السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد ومراجعه فيلم نوفاكين. فتابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. يعاني نيسان كين منذ ولادته من اضطراب وراثي يجعله لا يشعر بالالم، وينطلق نيسان في رحله من الاكشن لانقاذ حبيبته المختطفه، مستغلا اضطرابه الوراثي وقدرته على تحمل الالم. نتكلم عن جزئية القصة والسيناريو. بيقدم لنا الفيلم شخصية نيسان اللي عنده مرض معين بيخليه ان هو ما بيحسش بأي نوع من انواع الألم، وده الشيء اللي في البداية اللي ممكن يبان اوه واو، شخص ما بيحسش بالألم ده بطل خارق الافكار اللي بتيجي في الدماغ دي. لكن الحلو في طريقة سرد القصة بقى ان هو بيبين لك من البداية الجانب المظلم من حاجة زي دي. بيبين لك ان هو شخص مش عارف يعيش حياته عادي لان هو ما بيحسش بالألم. ممكن هو ماشي يدوس على مسمار، فجأة كده يتفاجئ ان ايه خلاص مفيش دم عنده، لان دمه تقريبا كله نزل وهو مش حاسس. فبيبين لك الفيلم من البداية ان هو عايش حياة غير عادية، بيحاول بقى يأمن على كل حاجة موجودة عنده في البيت علشان ما يحصلوش مشكلة. وكمان عاش طفولة صعبة جدا، يعني نصها في المستشفى والنص التاني محبوس عشان اهله كانوا خايفين عليه، لان متوسط العمر بتاع الناس اللي عندهم المرض ده بيكون بسيط جدا ومعظمهم بيموت. فالحلو في الفيلم انه قدم الجانب المظلم الاول عشان يقضي على اي حاجة فيها انبهار. طبعا شخص زي ده بالحالة النادرة دي فهو الطبيعي ان هو وحيد انطوائي، محدش بيقرب منه، ما عندوش اصدقاء، ما فيش عنصر نسائي في حياته، وهو وحيد تماما. الى ان بيحصل ان هو بيتعرف على بنت وبيبتدي ان هو يحبها، فالبنت دي بتتخطف، فبيضطر بقى هنا ان هو يستخدم قدراته الخاصة دي في ان هو يروح وينقذها. عشان يبتدي الفيلم بقى يبين لنا الجانب المضيء من القوة. زي ما بين لنا من الأول الجانب المظلم، دلوقتي هو بيبين لنا الجانب المضيء. هو مش مضيء أوي الصراحة يعني، ولكن هو بيبين لك ازاي شخص بالحالة الوراثية دي هيكون عامل ازاي. زي ما قلت من شوية ان تقديم القصة كان حلو في ان هو قدم الجانب المظلم بتاع القدرة الخاصة اللي عنده دي، ولكن كان في بعض حاجات في التقديم كانت محتاجة تتظبط شوية. في حاجات في البداية يعني مرت بسرعة، حصلت بسرعة كبيرة، وده كان شيء مبرر الصراحة، لان هي بيتم استخدامها بعدين وبتعرف ان هي كان ليها اغراض تانية غير اللي ظهرت بيه. بس طريقة التقديم بتاعتها عرفتني تلقائي ان في حاجة غلط موجودة. كان الاحسن ان انت يعني وانت بتقدم الحاجات والعلاقات اللي بتحصل تبدا ان انت تقدمها بالراحه شويه، بحيث ان انا اتفاجئ بالتويست اللي انت بتحاول تعمله. ولكن في الاول في الاخر هو الفيلم لايت، مش مطالب يعني ان هو يقعد يعمل سرد قصصي ويحاول بقى يداري ويعمل تويستات، ما يعني عادي. لا، هو خد الامور من المنطلق الهادي، لان هو في الاول في الاخر فيلم كوميدي. وده يودينا للكلام عن الجانب الكوميدي. الجانب الكوميدي اللي موجود في الفيلم كان حلو جدا، يعني في مواقف كتيره مضحكه. طبعا في مواقف ياما بقى بتحصل له، فناس بتحاول انها تعذبه، ناس بتحاول انها تقتله، هو ما بيتأثرش بالحاجات دي، فده بينتج عنه جانب كوميدي حلو جدا. وكمان الفيلم كان فيه بعض الاسقاطات كده، ولكن هي من بعيد لبعيد. يعني الفيلم ما حاولش ان هو يقرب من الحاجات دي، قال لي يلعب في السيف سايد احسن. ولكن هو في بعض الاسقاطات كده على الواقع الامريكي، وان ازاي الراجل الابيض ليه معامله مختلفه عن الراجل اللي مش ابيض. اما بالنسبه لرتم الفيلم فرتم الفيلم سريع، رتم الفيلم مفيهوش مشاكل، الفيلم يعني هتقضي وقت ممتع موجود فيه. والعيب بس اللي موجود بالنسبه لي ان التلت الاخير من الفيلم خصوصا في النهايه في بعض الحاجات اللي هي تحس ان هم يعني سرعوا فيها الريتم زاد عن اللزوم او كروتوها بمعنى اصح، اللي هو لان التلت الاخير كان محتاج يتظبط شويه اكتر من كده. في حاجات حصلت فيه مش هتبقى انت بلاحة وانت قاعد بتتفرج. فسرد القصة في التلت الاخير من الفيلم كان محتاج يتظبط اكتر من كده. ونتكلم دلوقتي عن الاخراج. طبعا الفيلم هنا هيكون فيه مشاهد دموية كتيرة جدا، 90% من الحاجات اللي موجودة فيها بتحصل للبطل بتاعنا، لان هو ما بيحسش بحاجة، فالعبء كله هيبقى موجود عليه هو. خصوصا ان هو انسان عادي، هو مثلا مش جندي في الجيش ولا راجل عنده قدرات قتالية عالية، ولا لا، هو انسان عادي جدا. فبيبتدي ان هو يحارب ناس بقى عكسه تماما، عندها قدرات، ناس مجرمين كده. فبيبتدي بقى ان هو يتأذي هو شخصيا. فبيتأذي بقى عن طريق هتلاقي جروح، هتلاقي خدوش، هتلاقي عظم بيتكسر، في حاجات كتيرة موجودة ممكن تبقى مش مناسبة لكل الناس. يعني مش كل الناس هتحب الستايل الدموي اللي موجود وستايل العظم اللي بيتكسر والحروق والجروح والحاجات دي كلها. ونتكلم دلوقتي عن الأداء التمثيلي. الفيلم هنا كله أبطاله هم أبناء عاملين، سواء جاك كويد اللي هو ابن دينيس كويد وميج رايان، ري نيكلسون ابن جاك نيكلسون وأمه برضه ممثلة ولكن مش فاكر اسمها دلوقتي الحقيقة، وكمان أمبر ميد ثاندر اللي أبوها برضه ممثل ديفيد ميد ثاندر. وهما الاتنين ناس من السكان الأصليين، يعني أي عمل فيه سكان
امريكان اصليين بتلاقي طبعا هم ايه في 2 3 ممثلين كده معروفين بيبقوا موجودين فيه. المهم جاك كويد الحقيقه عمل اداء تمثيلي كويس، راجل طبعا اكيد شارب تمثيل من امه وابوه يعني، وهو بيحاول بقى ان هو يتحرر من قيود هيوي كامبل اللي هو عايش فيها يعني. اطلع بقى بره النطاق ده واعمل حاجات اكبر، ولكن هو اتوقع ان هو هيكون ليه مستقبل كويس. هو واحد اداؤه التمثيلي كويس وعنده قدرات تمثيليه حلوه. اما عن ري نيكلسون، فري نيكلسون الحقيقه لغايه دلوقتي اللي انا شايفه منه سواء في الفيلم هنا او في فيلم بوردر لاين اللي انا كنت نزلت المراجعه بتاعته من يعني فتره بسيطه، هو يعني جوكر جاك نيكلسون هو برضو موجود، بيحاولش يطلع بره النطاق ده. مش عارف بقى يعني هو بيقلد ولا هو راجل عنده قدرات تمثيليه حلوه، ولكن لغايه دلوقتي اللي انا شايفه منه هو بيحاول يقلد ابوه بس. فارجو برضو ان انا اشوفه في اعمال تانية يعني بقصص تانية مختلفه عن اللي هو كل مرة أنا لازم أعمل دور شخص مجنون وكده عشان أعمل جوكر جاك نيكلسون. لا خلاص، اطلع بره النطاق ده. تقييمي للفيلم هو 7/10. الفيلم طبعا هو فيلم خفيف جدا، فيلم بغرضه الأول والأخير هو إنه يقدم لك قدر لا بأس به من المتعة، وده فعلا اللي موجود حاصل في الفيلم. الفيلم هو شوية كوميديا وأكشن خفيف هتخلصه وأنت مستمتع، ولكن طبعا متبقاش منتظر منه إن هو يقدم لك حاجة أكبر من كده. فيلم كويس وفيلم ممتع، ولكن بيلعب في منطقة معينة مش هيقدر ان هو يتخطاها. لو انت بقى شخص بتدور على قصة وعمق والحاجات دي فاكيد الفيلم ده هيكون مش مناسب بالنسبة لك. اما بقى لو انت شخص عايز تستمتع فاكيد الفيلم ده هيكون مناسب ليك. وبس كده اعزائي المشاهدين يكون خلص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. السلام عليكم.